السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة مع منيو جديد ل7 وصفات جديدة. الوصفات كلها إن شاء الله خاصة بعيد الأضحى، وده الجزء الرابع اللي بعمله معاكم لوصفات العيد. هتلاقوا أجزاء قبل كده كتيرة فيها وصفات كتيرة قوي، خدي منها طبعا اللي يناسبك ويناسب ذوقك. تعالوا بينا نشوف الوصفات الكتيرة اللي هنعملها النهاردة في المنيو بتاعنا، وطبعا كلها هتبقى وصفات لحوم. طبعا كلنا إن شاء الله موجود عندنا الخير كله في العيد، فهنعمل بقى أحلى وصفات للحمة. تابعوني لآخر الفيديو، هتلاقوا وصفات جميلة جدا، ويا ريت ما تفوتوش ولا وصفة لأن كل وصفات إن شاء الله تحتاجوها. قبل ما أبدأ الفيديو أنا هلا أبو بكر، يا ريت تعملوا للفيديو لايك وشير. وتعالوا بينا نشوف أول وصفة معانا هتكون إيه. كفتة اقتصادية. مفيش أي مانع إن إحنا في العيد نعمل كفتة اقتصادية، متوفر عندنا اللحمة بس إيه المشكلة يعني؟ ما نوفر شوية برضو. ربع كيلو من اللحمة هنعمل بيه أكتر من كيلو كفتة. تعالوا نسمي بالله ونشوف الكفتة الحلوة بتاعتنا دي اتعملت ازاي. يلا بينا. مبدئيا كده هجيب الكبة بتاعتي، وهستخدم عندي بطاطسيتين يكونوا متوسطين الحجم او بطاطساية كبيرة. هبتدي بتقشير البطاطس وغسلها كويس، تقطعها مكعبات. هضيفها في الكبة وهفرمها ناعم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. خطوة سهلة جدا. كمان هحط بصلاية متقطعة اربع، وقرنين من الفلفل الرومي، ولو عايزة احط حامي كمان حطه، ما تكتروش في الفلفل. كمان عندي حوالي كوباية من البقدونس، يعني حزمة من البقدونس أو الكزبرة، باخد الورق بتاعها بس. وكمان عندي كام فص من التوم، أنا قطعتهم شرايح علشان يبقوا سهل معايا في الضرب في الكبة. هاخد كل المكونات دي وهضربهم كويس قوي قوي في الكبة لحد ما ينعموا يبقوا بالشكل ده. هضيف بقى 4 معالق كبار من البقسماط. وكمان عندي كيس من خلطة الكفتة اللي بتتباع في اي مكان في السوبر ماركت، اي نوع انتوا بتحبوه، كيس واحد بس. فلفل اسود. وكمان هحط معلقة من البصل البودر والثوم البودر والبابريكا، دي كده التوابل. وكمان معلقة من البهارات السبع او بهارات اللحمة او بهارات الكفتة لو عندكم. خلاص كده تمام. كمان هحط معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، وكمان شوية من الملح. ما تكتروش في الملح في الخطوة دي، نصبر شوية نشوف الملح بتاعنا هيبقى ايه بعد ما نضرب الخضار، علشان طبعا في اضافات هنضيفها بعد كده. فرمت كل ده ناعم جدا زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. هبدأ بقى اضيف، وبصراحة انا ما كانش عندي كمان ربع كيلو لحمة، انا حطيت حوالي 230 جرام بس. فرمت ده كله كويس قوي في الكبة لحد ما وصل الخليط معايا للشكل اللي انتوا شايفينه ده. في ناس ممكن تقول دي كفتة رز، لا مش كفتة رز خالص، ممكن يبقى الشكل بس كده مخضر شوية، ده عشان الخضار طبعا، ولكن هي مش كفتة رز. طعمها مميز جدا وحاجة كده غريبة شوية علينا، ولكن طعمها حلو جدا. زي ما انتوا شفتوا كانت طرية شوية العجينة معايا. بدأت احط لها معلقتين من البقسماط او معلقتين من الدقيق او معلقتين من الفيجيتار، ما تكتروش عن كده. هنحطها في التلاجة ترتاح حوالي نص ساعة، لو كترته شوية يبقى احسن. بعد كده هبل ايدي كويس قوي بالزيت، وهبتدي اكور كور متوسطة الحجم علشان تستوي معايا. طيب انا في ناس جربوا الوصفه دي، طبعا الوصفه دي نزلت قبل كده، ولكن في ناس جربوا الوصفه دي وعملوا كور اللحمه اقراص كده زي البرجر صغيره، وقالوا ان هي كانت في منتهى الروعه والجمال. فليكوا الحريه المطلقه، انا بديكوا برضو افكار. لو مش حابين تكوروها كده كفته، ممكن تعملوها زي اقراص البرجر الصغيره وتسووها برضو بنفس الطريقه. بس الناس دول بقى عملوها وكلوها متحمره كده على طول من غير ما نكمل الوصفة. تابعوني بقى هنشوف هنكملها ازاي. طبعا اخدين بالكم ان انا حطيت شوية من الزيت، مش كتير قوي يعني يكونوا واصلين لاول الكفتة، وبدأت احط الكفتة فيها واحمرها. المطلوب عندي ان انا هحمر الكفتة من الناحيتين او من كل النواحي لحد ما توصل معايا للون الذهبي الغامق، علشان عايزة الكفتة في الخطوة دي تستوي سوا كامل، لان زي ما قلت لكم تقدروا تاكلوها كده متحمرة. ان اللي عملت الكفته برجر كده صغنن واكلوه كده كلوه متحمر، وبتقول ان هي كانت طعمها حلو جدا. انا بصراحه دقت واحده من المتحمرين كانت حلوه، ولكن الخلطه اللي هنكمل بيها الوصفه بعد كده بتدي طعم مميز جدا برضه. قلبت كل حاجه زي ما انتوا شايفين كده، وصلت معايا للون البني الغامق، وانا عايزه هنا الكفته تستوي. في الخطوه دي انا مهديه النار خالص. الزيت ايوه عندي سخن بس مهديه النار. ليه؟ علشان الكفته تستوي من بره من جوه، انا مش عايزاها تاخد لون من بره وهي من جوه لسه نيه. تمام كده اتفقنا. اول ما الكفته تاخد اللون الحلو ده، اخدت عندي الطاسه
حوالي يعني ربع ساعة ويمكن اكتر شوية مع تهدئة النار. هنزل بالكمية الباقية بقى. طبعا لو عندك طاسة كبيرة اشتغليهم كلهم مرة واحدة على حسب الطاسة اللي عندك يعني. انا نزلت بيهم 3 مرات، وكل مرة بهدي النار كويس قوي مع التقليب المستمر لحد ما اوصل للون ده. الكفتة كلها ما شاء الله جاهزة. بصوا الكمية بقى اللهم بارك. في نفس الطاسة اللي قليت فيها الكفتة او حمرتها فيها، هنزل بمعلقة كبيرة من التوم المفروم، وكمان بصلاية كبيرة متقطعة جوانح. هبتدي اقلب البصل مع التوم لحد ما التوم يبتدي يطلع ريحته والبصل يدبل بس خفيف قوي. تمام كده. الخطوة دي هتاخد معايا حوالي دقيقتين 3 بالكتير. التوم طلع ريحته، ضفت بقى معلقتين كبار من الكاتشب ومعلقتين كبار من صلصة الصويا. بعتذر جدا ان الخطوة دي ما اتصورتش. هبتدي بقى اسيب الصويا والكاتشب مع البصل والثوم ياخدوا لهم كام غلوة، والصوص كده يبتدي يقصر شوية، يعني يتركز شوية. خلاص كده الصوص عندي جاهز. يلا بقى انزله بكمية الكفتة بتاعتنا كلها، وهنبتدي نقلب، وهنسيبها في الصوص ده كده مع التقليب حوالي 5 دقايق على نار متوسطة. طبعا كل اللي انا بعمله في الوقت ده ان انا مش بسوي الكفتة، لا، انا بديها بقى تشريبة وتسبيكة مع الصوص الحلو قوي ده. يبقى احنا نقدر ناكل الكفتة كده متحمرة، ونقدر نعمل لها الصوص ده. بس نصيحة مني، اعملوها الخلطة الحلوة دي، بتخلي طعمها في منتهى الروعة. وكده كانت طاسة الكفتة جاهزة معايا. كلوها بقى زي ما تحبوا، سندوتشات، مكرونة، رز، زي ما انتوا عايزين. ولكن نصيحة مني، اعملوها سندوتشات حلوة جدا. يعني لو خارجين كده في العيد تقدروا تعملوها وتاخدوها معاكم في اي مكان، بجد جميلة. عملت كمية كبيرة جدا جدا ما شاء الله. وكل ده زي ما انتوا شفتوا بأقل من ربع كيلو لحمة. جربوها وبجد مش هتندموا، قولي رأيكم فيها. يلا بينا على الوصفة اللي بعد كده. ورقة اللحمة. مين فينا في العيد ما بيحبش يعمل ورقة اللحمة وكمان نعزم عليها؟ من الأكلات الفخمة جدا، نقدر نعملها وهتطلع معانا نتيجة حلوة جدا. في ناس بتاكلها في مطاعم بأسعار خرافية. هعملها معاكم في البيت بقطعية لحمة حلوة كده ببساطة، وإن شاء الله تمنها مش هيكون ربع التمن اللي بره. بالنسبة لفي حد كان علق وقال لي إن المنيوهات مكلفة، يا جماعة دي منيوهات العيد. خلاص يعني بإذن الله كلنا هيكون موجودة عندنا اللحمة. أي قطعية لحمة بقى هتكون موجودة عندنا. فعشان كده بعمل لكم وصفات اللحوم. تمام. لكن هتلاقوا على القناة طبعا فيديوهات كتيرة جدا اقتصادية تقدروا تشوفوها. تعالوا نشوف بقى هنعمل ورقة اللحمة الحلوة دي ازاي. طبعا شفنا الخضار عندنا، وبعدين بقى عندي اللحمة عندي هنا كان عرق فليتو، وانا قطعته شرايح متوسطة الحجم زي ما انتم شايفين كده. مش عايزة سمكها يكون كبير قوي، مش عايزاها تكون رفيعة قوي برضو في نفس الوقت. هبتدي افرد شرايح اللحمة زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اتبلها. هبهر اللحمة عندي برشة من الفلفل الاسود وكمان رشة من الملح، وهبتدي ادلك اللحمة كلها، كل شريحة من اللحمة بنفس الشكل. هبتدي اقلب اللحمة على الناحية التانية وهديها نفس التتبيلة، رشة من الفلفل الأسود، رشة من الملح، وهبتدي أدلك اللحمة عندي جاهزة. يلا بينا بقى نجهز الخضار. الخضار عندي زي ما انت شفتوا كان بطاطس. هبتدي اخدها كده واقطعها مكعبات سميكة يعني، مش عايزاها رفيعة. وعموما الخضار بتاعي كله هقطعه مكعبات ما عدا البصل. الجزر كمان عندي هقطعه مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. تقدروا تكتروا بقى في نوعية الخضار اللي بتحبوها زي ما انتوا حابين. كمان طماطم وفلفل، وكمان عندي عودين 3 من الكرفس. البصل عندي بقى اللي هيتقطع جوانح زي ما انتوا شايفين كده. يبقى كل الخضار اللي كان عندي قطعته مكعبات حلوة كده سميكة، ولكن البصل قطعته شرايح. رشة بقى من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وهبتدي أتبل البصل كويس قوي، وأدعك كده البصل كويس لحد ما يدبل معايا بسيط جدا. خلاص الخضار عندي جاهز والبصل جاهز. يلا نشوف التسوية بقى البسيطة قوي الجميلة جدا. معلقتين كبار من الزيت مع معلقتين كبار من الزبدة. طاسة عندي تكون سخنة جدا، المواد الدهنية هتسيح. هبتدي انزل بقطع اللحمة. طبعا اخدين بالكم ان انا منزلتش بكمية اللحمة كلها. انا هنا كنت مستخدمة كيلو من اللحمة، تقدر تعمليها بنص كيلو وبربع كيلو كمان، المتوفر عندك. ما تقيدوش نفسكم ابدا بكمية. خلاص. كمان نزلت بكام فص من الثوم مع اللحمة. هسيب اللحمة بقى تبتدي تاخد اللون البني الغامق من الناحيتين، وهبتدي اقلبها زي ما اتعودت معايا على طول. خلاص كده اللحمة اخدت اللون من الناحيتين اللي انتوا شايفينه ده. هبتدي اخرجها كده في طبق جانبي،
وطبعا هكمل كمية اللحمة. التوم بقى اللي انا حطاه في وسط الخلطة دي بيغذي الطاسة عندي جدا، وبيدي للحمة طعم في منتهى الروعة. خلصت كمية اللحمة كلها، طلعتها كده في طبق جانبي على جنب. كمان طلعت التوم اللي خلاص اتشوح بالفعل واخد اللون الذهبي الحلو ده. عايزه اقول لكم التوم هنا اتشوق، طعمه في منتهى الروعه. هتشوفوا في الاخر التوم ده هيبقى طعمه عامل ازاي في ورقه اللحمه. في نفس الطاسه هنزل بكميه البصل اللي عندي. هبدا بقى اقلب البصل كده، ودي طبعا اول حاجه انا نزلت بيها عندي في الخضار. هبدا اقلب في البصل لحد ما ياخد تشويحه حلوه كده حوالي 5 دقايق. اخدين بالكم ان البصل ما تبلش لسه. هبدا انزل بقى بالخضار اللي عندي كله بعد كده. البصل والكرفس والطماطم والبطاطس والجزر، كل الخضار اللي عندي. هبتدي بقى اقلب الخضار ده مع البصل. وزي ما انتم شايفين كده طبعا البصل ما خدش عندي، يعني ما خدش لون ولا دبل. خلاص تمام. هبتدي بقى بعد كده انزل بمعلقتين كبار من الصلصه. قلبت الخضار مع البصل حوالي دقيقتين مش اكتر، ونزلت بعد كده بمعلقتين كبار من الصلصه ومشويه من البصل البودر والثوم البودر والفلفل، نفس التوابل اللي حطها للحمه. كمان عندي كيس من ال11 بهار نزلت بيها، وهنقلب كده. انا مش محتاجه حاجه تاني، كده الخضار بتاعي جاهز واللحمه كمان جاهزه. يلا نشوف بقى هنرتب ورقه اللحمه بتاعتنا ازاي. صينية عندي، أي صينية تقدري تستخدميها، هنجيبها ونحط ورقة طولية من الفويل أو ورق الألمونيوم، وكمان ورقة عرضية. حلو كده. كمان هجيب ورق الزبدة وهعمل نفس اللي عملته في الألمونيوم. ورقة الألمونيوم يعني ورقة طولية وورقة عرضية. ده طبعا الغرض منه عزل ورقة الألمونيوم عن اللحمة. كمان هعمل كده قاعدة كده في الآخر، واحط ورقة زيادة من ورقة الزبدة علشان تبقى ثابتة كده وتبقى ماسكة نفسها ورقة اللحمة بعد كده واحنا بنقدمها. هنزل بقى بكمية الخضار كلها، وفي الوقت دوت ليكي الحرية المطلقة ان انت تقلبي اللحمة مع الخضار، وليكي كمان ان انت تحطي الخضار في الاول وترصي اللحمة زي ما انا هعمل كده بالظبط. انا عن نفسي شايفة ان رص اللحمة على الوش كده افضل، وخصوصا لو هنقدم الورقة كده زي ما هي بشكلها الجميل، نفتحها كده ونقدمها، ولو عندنا ضيوف هتبقى في منتهى الروعة. رصيت اللحمة كلها زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي انزل كمان بالعصارة اللي كانت عندي من اللحمة لما حمرتها. هقفل بقى ورق الزبدة وبعد كده الفويل. طبعا في الوقت ده انا مشغلة الفرن، يعني الفرن عندي مسبق التسخين. هقفل كويس قوي الورقة، وبعد كده هبتدي اجيب ورقة من الفويل وهقفل بيها الصينية او ورقة اللحمة، وهحط كده حروف الورقة تحت الورقة اللي عندي بتاعت اللحمة، يعني اللي في حروف الفويل تحت الورقة بتاعت اللحمة، بحيث ان انا اخليها متماسكة واكتم البخار جواها. اكيد خدتوا بالكم ان احنا ما حطيناش اي سوائل، فهي هتستوي كده بالبخار اللي جوه. كمان بقفل الصينية بورقة من بره. هندخل بقى ورقة اللحمة دي في الفرن مش اقل من ساعة، ممكن تبقى اكتر شوية على حسب درجة حرارة الفرن عندي. الفرن عندي هيكون درجة حرارته عالية. هحط ورقة اللحمة على الرف الوسطاني. أنا عندي أخدت ساعة، ممكن تاخد عندكم وقت أكبر شوية زي ما اتفقنا. تعالوا بقى بصوا على الجمال ده، اللهم بارك. بجد حاجة تفتح النفس. لو عندكم عزومة في العيد الكبير أنصحكم تعزموا على ورقة اللحمة دي. حاجة من الآخر، يعني صنف فاخر جدا جدا جدا. وطبعا كلنا عارفين في اي مطعم هتكون تمنها كام. اعملوها في البيت يا جماعة، مش هتكون حتى بربع التكلفة ان شاء الله. لحمة دايبة، خضار كده مستوي مع اللحمة بشكل مش طبيعي، اخدين من طعم بعض بقى، حاجة يعني فوق الوصف. تقدروا تاكلوها بقى مع الرز او بالعيش، ولكن طبعا مفضل جدا تاكلوها بالرز. بصوا انا حبيت اللحمة اوريكم قد ايه اللحمة مستوية والخضار، يعني حاجة رهيبة بجد. يلا بينا بقى نشوف الوصفة الحلوة اللي بعد كده هتكون ايه. عندك نص كيلو من السجق، رصيه فوق البطاطس وهتاكلوا احلى طاجن سجق بالبطاطس. سهل، بسيط، جديد يا جماعة. بحاول ادخلكم دايما افكار جديدة في كل منيو ان شاء الله. يلا بينا نشوف عملناه ازاي بمنتهى البساطة زي ما اتعودتوا معايا. عندي كيلو من البطاطس، غسلاها، مقشراها الاول طبعا وغسلها كويس قوي. هبتدي اخد كل بطاطسايه كده وهقطعها مكعبات سميكه. قطعوها على 4 أو على 3 على حسب حجم البطاطسايه عندكم يعني، او على اكتر على حسب حجم البطاطس. اهم حاجه المكعبات عندي هتكون سميكه شويه زي ما انتم شايفين كده بالظبط.
هقطع كمية البطاطس عندي كلها بنفس الطريقة وبنفس الشكل. خلاص كده تمام. خلصت كمية البطاطس كلها. يلا بقى نشوف الخلطة او الحاجة الحلوة، الخضار اللي هنكمل بيه الطاجن بتاعنا. كمية من البصل خلوها نص كيلو، وكمان عندي واحدتين من الفلفل الرومي، ممكن تحطوا كمان فلفل حامي معاها. معلقة من البصل البودر، وكمان شوية من الكزبرة والفلفل الأسود، وكمان شوية من البهارات السبع. تمام كده. ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم. هاخد بقى الخضار ده كله وهبتدي أقلب كويس جدا جدا. الغرض مني هنا إن أنا هبتدي أخلي البصل يدبل حاجة بسيطة جدا مع التقليب طبعا المستمر ده. خلاص كده، ده اللي أنا وصلت له. واخدين بالكم البصل دبل معايا شوية، ده اللي أنا عايزاه. بس كده، ده الخضار عندي. تعالوا بقى ننزل بالخضار هنا على كمية البطاطس ونقلب. بصوا الطاجن ده سهل وبسيط، مش بس جديد، لا هو سهل وبسيط، فكرته حلوة، والطعم النهائي ليه بيبقى حلو جدا جدا. وكمان لازم عايزاكم بقى يعني ايه، استغلوا ان موجود عندنا الحاجات دي وجددوا في الوصفات يا جماعة. عملت معاكم السجق بكذا شكل قبل كده، ولكن الطاجن ده حلو جدا، هتجربوه هيعجبكم ان شاء الله. قلبت الخضار كله كده مع البطاطس تمام جدا. خلاص، يلا بقى ناخد السجق بتاعنا ونرصه. السجق زي ما انتم شايفين كده، انا بس مفصلاه كده، يعني مقطعه الفواصل اللي بينه، مقصاه كده يعني بمعنى اصح، ولكن مش مقطعه قطع صغيره ولا حاجه، زي ما هو كده. بجيبه بس بفصله عن بعضه، بديله شطفه كده او غسله كويسه. خلي بالنا عشان ايه، السجق ما بيستحملش، يعني نكون حساس كده، بنحسس عليه واحنا بنغسله علشان اللحمه ما تطلعش بره السجق. هبتدي ارص بقى السجق زي ما انتم شايفين كده فوق الطاجن. تقدروا طبعا تستخدموا الكميه اللي انتوا عايزينها. ممكن نعمل الطاجن بربع كيلو من السجق بس، بنص كيلو زي ما انا عامله كده، بكيلو لو عايزين نكتر الكميه. يعني الكميه اللي عندك ما تتأيديش باي كميه، اعملي الوصفه زي ما انت عايزه بالظبط. وكمان تقدري تستخدمي كيلو من البطاطس مع ربع كيلو للسجق عادي، مفيش اي مشكله. حطيت كام قرن فلفل حامي، وتعالوا نشوف بقى التسبيكه الحلوه قوي اللي هنسقي بيها الطاجن ده. معلقتين كبار من الزيت، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم. هنزل بالثوم كده وهبتدي اقلب فيه. هسيب الثوم لحد ما يطلع الريحه وياخد لون ذهبي فاتح. خلاص كده تمام. زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي بعد كده انزل بمعلقتين كبار من صلصه الطماطم. هقلب الثوم مع الطماطم كويس، وبعد كده هنزل بحوالي طماطميتين كبار مبشورين. يعني انا نازعه الجلد وبشراها، تقدري تقطعيها مكعبات ولكن تكون منزوعه القشره يعني. قلبت الثوم مع الطماطم مع الصلصه، وكمان ضفت مكعب من المرقه، شويه من البصل البودر، يعني نفس التوابل اللي تبلت بيها الخضار. هقلب بقى كل ده كويس قوي كده، وهزوده كوبايه من الميه وهسيبه يغلي. خلاص انا سبته الاول يغلي، وبعد كده زودت كوبايه من الميه. هسيبه بقى ياخد غلوتين 3، وبعد كده هديله معلقه من البابريكا. تقدروا تحطوا كمان شطه لو حابين الطاجن يبقى سبايسي شويه، ولكن انا اكتفيت بالفلفل الحامي اللي حطيته في النص. غليت كده شويه زي ما انتم شايفين، بس ما تسبكتش قوي. كام غلوه كده بعد اضافه الميه، وبدات انزل بيها بقى على الطاجن. الريحه بتاعه الخلطه دي او التسبيكه دي في الوقت ده هتعرفكم قد ايه الطاجن ده هيطلع حلو. يلا بقى ندخل الطاجن بتاعنا في الفرن على الرف الوسطاني لمدة ساعة. ساعة واحدة هيكون الطاجن مستوي جدا، بطاطس مستوية ودايبة، والخضار طبعا، والسجق كمان مستوي، وطعمه حلو جدا يا جماعة. اخدين من طعم بعض. الخلطة او التسبيكة اللي سقيت بيها الطاجن في الاخر حاجة في منتهى الجمال والحلاوة. جربوه هيعجبكم جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم وصفة جديدة. تعالوا بقى نشوف الوصفة اللي بعد كده، وهو بصراحة ملك السفرة في العيد، طاجن اللحمة بالبصل. اوعوا تفوتوا العيد ابدا من غير ما تعملوا طاجن اللحمة بالبصل ده. انا من نفسي بحبه جدا جدا، من الحاجات المقربة لقلبي في الطواجن كلها. طاجن اللحمة في البصل ده في حتة تانية بجد. طاسة عندي على النار، معلقتين كبار من السمنة. قطعية اللحمة اللي موجودة عندك استخدميها، ضاني، لحمة عادية، اللي عندك استخدميه، ولكن نصيحة مني اعمليه بالضاني. ونصيحة مني لو مش موجود ضاني، لازم إن اللحمة اللي هستخدمها يبقى فيها نسبة من الدهون، وده مش في طاجن اللحمة بالبصل بس، ده في أي طاجن.
كمية اللحمة او الدهن اللي بتكون موجودة في اللحمة بتدي الطاجن طعم حلو جدا يا جماعة. هبتدي بقى انزل باللحمة طبعا على طاسة سخنة زي ما اتعودتوا معايا. هسيب اللحمة تاخد اللون الذهبي الغامق من الناحية الاولانية، وبعد كده هبتدي اقلب، مش بقلب على طول عشان اسيب اللحمة عندي محتفظة بالعصارة بتاعتها، ولما تستوي تكون طرية معايا ومش ناشفة وبتشد. اللحمة اتحمرت كويس قوي. نزلت بقى بشوية من السبع بهارات والفلفل الاسود. هنقلب بقى اللحمة مع البهارات اللي احنا ضفناها دقيقتين مش اكتر لحد ما اشم ريحة البهارات كده. هبتدي انزل بشوية من المية المغلية، وزي ما اتفقنا مع بعض على طول لما باجي اسوي اللحمة بنزل بتدريجيا بشوية من المية المغلية، مش بحط ابدا مية من الحنفية، لان لو حطيت مية من الحنفية انا بعيد تسوية اللحمة من الاول. كل ما اللحمة تتشرب عندي المية هنزل عليها بكوباية من المية المغلية لحد ما اللحمة تبتدي تستوي سواء كامل. هتاخد معايا قد ايه؟ تاخد زي ما تاخد، ممكن تاخد معايا ساعة، ساعة الا ربع، على حسب قطعية اللحمة اللي عندي، ولكن ده التكنيك اللي هنمشي بيه. كل ما اللحمة تشرب المية اللي معاها هبتدي انزل لها كوباية كمان من المية المغلية. هكون مهدية النار، وكل ما المية تتشرب اشرب تاني لحد ما اللحمة تستوي سوا كامل. تمام، وصلنا للنقطة دي خلاص، اللحمة مستوية عندي سوا كامل. هبدأ انزل بقى بكمية البصل المتقطع جوانح. البصل عندي هنا اكتر من اللحمة شوية، يعني انا مستخدمة نص كيلو لحمة تقريبا. انا مزوده البصل حاطه كيلو الا ربع، ممكن تستخدموا عادي نص كيلو لحمه، ولكن البصل الزياده بيزود طعم الطاجن، بيخليه حلو جدا زي ما اتفقنا مع بعض. يلا بقى شويه من السبع بهارات، هنتبل البصل زي ما تبلنا اللحمه بالظبط، وشويه من الفلفل الاسود، وهبتدي اقلب كويس. خلاص كده تمام. طبعا اللحمه عندنا مستويه زي ما اتفقنا سوا ايه، سوا كامل. هنحط بعد كده بقى الملح ونقلب كويس قوي. خلاص كده تمام. الطاجن عندي او اللحمة عندي استوت، البصل بدأ يدبل. شربوها شوية من المية ايه المغلية طبعا زي ما اتفقنا مع بعض، وهنسيب اللحمة كده تاخد لها غلوتين 3 على النار. بصوا ده كده المطلوب. طبعا اللحمة مستوية برضو سوا كامل اهو، بصوا عاملة ازاي. خلاص كده، يلا بينا بقى على الطاجن بتاعنا. انزلوا بقى بكمية اللحمة الحلوة دي والبصل في الطاجن، وطبعا الفرن عندي مسبق التسخين. خلاص، ايه المطلوب دلوقتي؟ هسبك الطاجن بقى واديله تسبيكه حلوه كده في الفرن مع البصل، علشان طبعا يطلع لنا طاجن محترم. هبتدي اغطيه كويس بالورق الالومنيوم. حد هيقولي طب ما حطيش ورقه زبده ليه؟ لان هو مش ملامس للحمه، مش ملامس ليها. لكن لما بيكون عندي وصفه ملامس ليها ورق الالومنيوم بحط طبعا ورقه زبده. خلاص كده، انما هو بعيد في يعني حواف الطاجن بعد الورقه الالومنيوم عنها. افتحوا بقى الطاجن وهيطلع معاكم بالروعة والجمال ده، حاجة يعني في منتهى الجمال بجد. لازم تجربوه، يعني هيفوتكم كتير قوي لو مش جربتوه. انا بقى بعمل جنب الطواجن دي دايما رز الابيض، بتبقى حلوة جدا لان بحب اكل الرز الابيض ده مع الصوص اللي طالع من الطواجن، بيبقى حلو جدا يا جماعة. اغرفوها بقى كده وبالهنا والشفا. حتة طاجن لحمة بالبصل بجد يستاهل بقكم، حاجة في منتهى الروعة والجمال. زي ما قلت لكم ما تفوتوش ابدا ان انتوا تعملوه في العيد، لانه بجد هيبقى من الوصفات الجميله. بالهنا والشفا عليكم يا رب. وطبعا لو اول مره تشوفوني، المنيو دايما انا بعمل فيه ملخص سريع للوصفات، بحط لكم اكبر عدد من الوصفات عشان تقدروا تستفيدوا باذن الله. يلا بقى نشوف الوصفه اللي بعد كده، طاجن اللحمه او طاجن الباميه باللحمه الموزه. طاجن حلو جدا، وبما ان الباميه موجوده حاولوا تعملوه بجد. تعالوا نشوف كده عملنا طاجن اللحمه او طاجن الباميه باللحمه الموزه ده ازاي. طاسة عندي على النار هنزل فيها بمعلقتين كبار من السمنة، وكمان كام قطعة من اللية. تقدروا تستغنوا عن اللية، بس انا هقول لكم اللية ليه. اللية هنا لان انا مش مستخدمة لحمة ضاني. طب لو عندنا لحمة ضاني خير وبركة، ما عندناش حطوا كام قطعة لية. مش عايزين تحطوا لية خالص براحتكم ما تحطوش، ولكن اللية دي بتدي يا جماعة شمخة حلوة كده للطواجن، طعم وريحة كده مميزين يعني. جربوا اللي انا بقول لكم عليه ده، هتلاقوا فرق فعلا في الطواجن، يعني في اللحمة عموما هتلاقوا فرق. هتعرفوا المطاعم بيطلع اكلهم حلو ليه، وبيكون ناقصنا تكة كده، وهي دي التكة على فكرة. طبعا اخدتوا بالكم الطاسة بدأت تسخن معايا، نزلت باللحمة، اديت للحمة بقى شوية من الفلفل الاسود وكام ورقة من اللورا والحبهان. هسيب اللحمة زي ما اتعودتوا معايا، وبقول على طول تاخد اللون الذهبي الغامق من الناحيتين.
اول ناحيه كانت خدت اللون الذهبي الغامق هبتدي اقلب اللحمه بعد كده. مش بقلب قبل كده عشان اللحمه تحتفظ بالعصاره بتاعتها وما تنشفش معايا وتنزل ميتها اصلا. خلاص كده هبتدي اقلب اللحمه واسيبها كده تتحمر من الناحيتين. وصلت للون التحمير الحلو ده، حلو قوي. يلا بقى ننزل بكميه البصل. بصلايه عندي بس مفرومه، والباقي البصل هستخدمه كمان شويه هقول لكم ازاي. وكمان عندي حوالي برضو معلقه من الثوم المفروم. هنقلب البصل مع الثوم كويس، ولكن انا مش هسيب البصل ياخد لون يعني ولا اي حاجه، يدوبك بس يطلع ريحه الثوم ويدبل وخلاص كده. هبتدي انزل كمان بمعلقتين كبار من الصلصه وكميه الطماطم اللي عندي. الطماطم عندي كانت متفرزه، تقدري تنزلي بالطماطم الفريش العاديه جدا، عصير الطماطم يعني. هسيب كل ده بقى مع بعضه كده لما يبتدي يفك كده ويبتدي يتسبك. هنزل بشوية من المية المغليين عليها، قد ايه، حوالي كوباية كبيرة. وهسيب اللحمة تستوي عندي في الخلطة او في الصلصة دي. طيب لو الخلطة بدأت تنشف شوية واللحمة لسه ما استوتش، هزودها مية تاني وهكذا لحد ما اللحمة تستوي عندي حوالي تسوية الا ربع كده. خلاص سيبنا اللحمة تستوي، تعالوا بقى نحضر في البامية. طاسة عندي هحط فيها معلقتين من السمنة وكمية البصل الباقية معايا قبل كده، بصلاية تقريبا، وكمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم. دي الطريقة اللي بعمل بيها الخضار عموما يا جماعة، حتى لو مش بحطه في طاجن. بعمل الخضار دايما ني في ني كده زي ما بيقولوا. مش بدي البصل ابدا تحميرة ولا اي حاجة، يدوبك بس يدبل والثوم يطلع ريحته وبنزل بالخضار. مش بسلق الخضار، بحط الخضار زي ما هو كده ني، ببتدي اقلبه مع البصل والثوم، يبتدي يخضر كده وياخد اللون الحلو ده ويتشوح مع البصل والثوم. جربوا الخضار بالطريقة دي، اي وصفة خضار هتلاقوا طعم جميل جدا 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 بجد. خلاص شوحت البامية، اللحمة عندي خلاص بدأت تخش في السوا. احنا قلنا هنسويها تسوية الا ربع كده. بصوا هي سخنة جدا طبعا. طبعا انا زودت الصلصة بتاعتي كذا مرة مية علشان اللحمة تبتدي تستوي، بس اهم حاجة المية تبقى سخنة. نزلت بقى بالبامية مع اللحمة. هسيب كده البامية مع اللحمة، طبعا هقلب واسيب البامية مع اللحمة تتسبك. هبتدي بقى انزل كمان بشوية من المية المغلية وهسيبهم كده مع بعض يستوي. هتاخد قد ايه؟ هتاخد حوالي نص ساعة. طبعا كده اللحمة عندي استوت سوا كامل. خلاص احنا ضفنا البامية واللحمة كانت تسوية الا ربع كده يعني. ضفت بقى الملح بتاعي، ادوها بقى غلوتين 3 كده بعد اضافة الملح. يلا بينا بقى على الطاجن على طول. طبعا في الوقت ده انا فاتحة الفرن. عودوا نفسكم ادام هتدخلوا حاجة في الفرن وانتوا بتحضروا فيها تكونوا مشغلين الفرن، عشان الفرن عندي يكون جاهز وندخل على طول الطاجن بتاعنا وياخد طبعا وقت اقل في التسوية. ظبطوا بقى الطاجن بتاعكم. انا دايما بحب في الطواجن اللحمه عندي تبقى على الوش، لانها كمان مش بس بتبقى شكلا حلو، بتاخد تحميره حلوه كده يعني، بتدي للطاجن شكل حلو جدا. الطاجن اخد عندي نص ساعه، وانا عايزه اديله نص ساعه لان عايزه اللحمه تبقى مهريه خالص وتتحمر زي ما انتم شايفين كده. اللهم بارك. بصوا حته لحمه زي الزبده بجد. طبعا الباميه مستويه، اللحمه متحمره، يعني حاجه في منتهى الروعه. استغلوا وجود البامية في العيد، جهزوا نفسكم، هاتوها بقى من دلوقتي كده وشيلوها عشان تبداوا تستخدموها ان شاء الله في العيد على طول. يلا بينا بقى نشوف الوصفة اللي بعد كده معانا ايه. طبعا ما ينفعش يجي العيد الكبير واحنا مش عاملين صينية الرقاق دي من اهم معالم العيد الكبير عندنا كمصريين. لو بتشوفوني من اي دولة تانية، دولة عربية تانية يعني، يا ريت تقولوا لي ايه الطبق المميز عندكم في العيد يعني، او ايه الصينيه اللي موجوده عندكم في العيد وما ينفعش تستغنوا عنها. احنا عندنا الرقاق حاجه اساسيه جدا في العيد. يلا بقى نبدا كده بتحضيره. هنعصج الاول اللحمه، معلقه كبيره من السمنه، وهنزل باللحمه بتاعتي. انا هنا مستخدمه ربع كيلو من اللحمه المفرومه لصينيه الرقاق بتاعتي. هبتدي احط لها رشه من الفلفل الاسود. هبتدي اشوح في اللحمه شويه كده تتحول للون البني ده، مع طبعا التقليب المستمر. هبتدي انزل بعد كده بكميه البصل. ليكي الحريه المطلقه ان انت تنزلي بربع كيلو بصل بس او تكتري براحتك، ولكن انا بشوف ان لو كترنا البصل شويه بيدي تسكيره حلوه جدا في تعصيج اللحمه. جربوا على ضمانتي يعني. لو انتوا ما بتستخدموش بصل كتير جربوا البصل الكتير، هتلاقوا طعم حلو جدا. البصل هيبتدي يدبل، اللحمه هتبتدي تستوي
مع التقليب المستمر طبعا كده حوالي ربع ساعة هتكون اللحمة عندي متعصجة وزي الفل. هديها بقى الملح بتاعي وكده انا عصقت اللحمة. يلا نشوف بقى هنجهز صينية الرقاق بتاعتنا ازاي. مبدئيا كده عندي شوربة دسمة، لازم يا جماعة في صينية الرقاق تكون شوربة دسمة جدا كمان. خلاص، هبتدي لكل لتر من الشوربة احط له الملح بتاعه والفلفل الاسود، يعني ابهر الشوربة. طبعا لو احنا من الناس اللي بنحط ملح في الشوربة اصلا واحنا بنسوي الحاجة، خلاص ما تحطوش ملح. ماشي، ندوق شوربتنا الاول نشوفها عايزة ايه. كمان هحط لكل لتر من الشوربة كوباية من اللبن او الحليب. هرفع كل ده على النار الهادية، لازم النار عندي تبقى شغالة هادية كده تحت الصينية اللي عندي وتحت الخليط بتاعي ده اللي هسقي بيه الرقاق. هبتدي اخد بقى من الخليط ده واسقي ورقة الرقاق كده من قدام، يعني من الناحيتين. بس اهم حاجة في الخطوة دي انا مش عايزة الرقاق عندي يعني يتسقي جامد قوي فيبقى معجن معايا، وفي نفس الوقت مش عايزاه يكون ناشف، يعني يكون وسط تمام كده. طبعا اخدين بالكم الصينيه اللي حطيت فيها الرقاق حطيت فيها كميه حلوه من السمنه علشان مش عايزاه يلزق تحت في القاع يعني. وبعد كده حطيت اول ورقه من الرقاق زي ما شربتها زي ما انتم شفتوا كده، وحطيت فوقيها دهنه من السمنه. طبعا يفضل يكون سمنه بلدي، ولكن لو مش موجود سمنه بلدي نقدر نستخدم السمنه العاديه، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا وتطلع زي الفل برضو. باخد تاني واحده من وحدات الرقاق بتاعتي وابتدي اشربها بالخليط دوت، وهحطها في الصينيه وبرده هديها دهنه من السمنه. عايزه اقول لكم ان لو عندكم صينيه مدوره تمام، ما عندكوش تقدروا تستخدموا اي قالب. بنفضل نكسر الرقاق عادي ونرصه في القالب ونجمع القالب يعني ونحط في كل ناحيه من القالب عادي جدا، وبنشتغل عادي جدا يا جماعه. مش لازم نعمل الرقاق يعني في صينيه مدوره بما ان الرقاق مدور، لا عادي عادي، الجيش بيقول لنا نتصرف تمام. خلصت كمية الرقاق بقى الأولانية، وأنا هنا حاطة 5 ورقات في الأول، وهحط مقابل ليهم 5 ورقات من فوق. تقدري تعمليها ب4 ورقات ب6 ورقات، ولكن أنا شايفة ال5 هو العدد المظبوط جدا لصينية الرقاق. عايزاها خفيفة كده ورفيعة استكفي ب4 فوق و4 تحت هيكون تمام، ولكن أنا بحبها يعني إيه وسط، فبحط 5 و5. هبتدي اكمل صينيه الرقاق بنفس الشكل، هاخد ورقه ورقه اشربها بالخلطه بتاعتي الحلوه دي وادهن بالسمنه. ما تستغربوش من اضافه اللبن يا جماعه، الاضافه دي بتخلي الرقاق عندي طري جدا بعد كده لما بيطلع. هدي بقى كبشتين كده من الخلطه بتاعتي لصينيه الرقاق في الاخر واضغط عليها ضغطه بسيطه كده. هبتدي كمان احط على الوش معلقتين او معلقه كبيره من القشطه، القشطه دي دايما انا بجمعها عندي من على وش اللبن. تقدروا تشتروا قشطه من عند اللبان يعني لو مش عندكم القشطه دي، وتفردوها. بتدي لون حلو جدا جدا وبتدي قرمشه كده للرقاق من بره. انتوا هتجربوا بنفسكم، انا مش هتكلم كتير، بس لازم تجربوها بجد يعني. يلا بقى ناخد الصينيه بتاعتنا الحلوه دي في الفرن على الرف الوسطاني ساعه. هتكون طالعه بالشكل ده من بره مقرمشه واخده لون ذهبي رهيب، ومن جوه بقى طريه جدا، يعني طريه من جوه ومقرمشه من بره. جربوها بالطريقه دي يا جماعه وقولي رايكم بجد. كل سنه وانتم طيبين، يعني حاجه روعه بجد. صينيه الرقاق بالطريقه دي في منتهى الجمال والروعه. لو كنتوا بتعملوها بطريقه تانية قولولي، ولو كنتوا جربتوا الطريقه دي قبل كده برضو قولولي. وصلنا بقى لاخر وصفه معانا في المنيو وهو الحواوشي. طبعا كلنا بنيجي بالليل كده في العيد وعايزين نجيب اكل من بره، مع اننا عندنا الاكل في البيت بس ولادنا بيبقوا عايزين كده. طيب انا هعمل لكم الحواوشي النهارده اللي هنبعت نشتريه من بره. واكيد اخدتوا بالكم في فيديوهات قبل كده عملت معاكم الكفته وعملت معاكم سندوتشات سجق وكبده، يعني كل حاجه هنشتريها من بره هتلاقوها موجوده ان شاء الله في المنيو ده والمنيوهات اللي قبل كده. تعالوا نحضر بقى الحواوشي. نص كيلو من اللحمه، تقدري تزودي او تقللي زي ما انت عايزه. حطيت عليه جزرتين كبار مبشورين، معلقتين كبار من اللية. حطوا اللية يا جماعه، محدش يتضايق ولا يقول يعني ولا اي حاجه، اللية دي اساس الحاجات دي بره. انا صريحه معاكم، مفيش حد بيعمل حواوشي بره من غير لية، ولا كفتة حاتي من غير لية خلاص، ولا كمان شاورما يعني. نزلت بقى بكمية بصل حلوة حلوة، يعني ايه حلوة يعني كتيرة، يعني نص كيلو لحمة انا حطيت كيلو بصل خلاص. هحط كمان شوية من الزنجبيل ومعلقة كبيرة من اللورة على الحبهان المطحونين، معلقة من السبع بهارات، شوية صغيرين من القرفة، ملح وفلفل اسود طبعا.
بس كده. طبعا كلنا عارفين ان في اكياس كده لخلطه الحواوشي بتتباع جاهزه يعني في اي سوبر ماركت، ونقدر نجيبها نحطها. بس انا ما حبيتش طعمها، فقررت ان انا اعمل التوابل دي بنفسي. ليه ما حبيتش طعمها؟ حسيت ان انا باكل في الاخر توابل بس. مش المفضل طبعا ان انا باكل توابل بس. لازم نعمل كده يا جماعه، دمج بين التوابل واللحوم اللي عندي. يعني ليها معادله. مش بكتر التوابل، لازم احس واستطعم انا باكل ايه. خلاص. مش لازم اداري على الحاجه بالتوابل، لا مش بحب كده. وعشان كده ما حبيتش الخلطه الجاهزه. طبعا قلبت المكونات دي كويس قوي قوي مع بعضها، وبعد كده حطيت فحمايه. تقدروا تستغنوا عن الخطوه دي، وطفيتها بمعلقه من السمنه عشان تديني للحمه ريحه التدخين. تقدروا طبعا تستغنوا عن الخطوه دي لو مش حابين. اللحمه عندي جاهزه خلاص. بس زي ما قلت لكم، جربوا التوابل دي وما تستسهلوش وتحطوا كيس البهارات الجاهز، لان بجد الطعم مش الطف حاجه. باكل بهارات في الاخر. يعني ايه اكل بهارات؟ مش عارفه. لا مش بحب كده ابدا. لو انتوا حابين بقى كده خلاص براحتكم. هبتدي بقى ارص الرغيف بتاعي. تعالوا نشوف هنعمل ايه كده. ببتدي اجيب الرغيف اللي عندي وافتحه بالمقص زي ما انتم شايفين كده عشان ما بهدلوش مش اكتر. هبتدي اجيب كميه اللحمه وهحطها على وش الرغيف، مش على الظهر يا جماعه، وهقول لكم ليه دلوقتي. طيب. اللحمه عندي كميتها متوسطه، لان زي ما انا ما بحبش اكل توابل كتير، ما بحبش اكل في الحواوشي لحمه كتير ولا عيش كتير. يعني ايه؟ يعني يبقى فيه متناسبه كده، يعني نسبه وتناسب. يعني ايه؟ يعني كميه اللحمه هي كميه العيش. باكل عيش باللحمه او باكل لحمه بالعيش. فاهمين؟ يعني ايه؟ حسب طعم العيش وبطعم اللحمه مع بعض. مش باكل لحمه بس، ومش باكل. انا ما برضاش ابدا اكل. ما بحبش ابدا اكل الحواوشي اللي فيه كميه لحمه كبيره جدا. لا ما بحبش خالص. بحس كده لا باكل لحمه بس يعني. طب فين الحواوشي؟ فعشان كده باخد كميه مناسبه من اللحمه متوسطه. ما نخليهوش رفيع قوي، يعني ما نخليش كميه اللحمه رفيعه قوي، ولا نخلي كميتها سميكه قوي. طبعا انا جبت هنا الماده الدهنيه اللي بدهن بيها الزيت على السمنه، وابتدي ادهن الرغيف من الناحيتين كده زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم ان احنا هنسوي الحواوشي بتاعنا الحلو ده على البوتاجاز. جريلا زي دي جريلا زهر. لو مش عندكم هتجيبوا اي صينيه الومنيوم او اي صينيه، بس يا ريت تبقى صينيه الومنيوم احسن. هديها دهنه من الماده الدهنيه اللي كانت عندي، وهبدا انزل برغيف الحواوشي على وشه مش على ظهره. طب ليه احنا حطينا اصلا اللحم على وش الرغيف ونزلت بيه على وشه في التسويه في الاول؟ لان الوش عندي سمكه ارفع بكتير من الظهر، فهبتدي اخد تسويه اسرع لرغيف الحواوشي. فهمتوا معايا انا ليه حطيت اللحمه على الوش ونزلت كمان بالرغيف بتاعي على وش الجريل، على وشه يعني في الجريل؟ علشان كده هبتدي اسيب الرغيف بقى كده مع الضغط عليه لمده ربع ساعه على كل ناحيه. ربع ساعه يا جماعه، وبعد كده اقلب على الناحيه التانية. نتاكد طبعا من تسويه اللحمه 100%. يعني الرغيف عندي بياخد تسويه نص ساعه. خلاص كده. مش عايزه اسويه ويطلع مش مستوي من جوه يعني. لا لازم يستوي. فربع ساعه على الناحيه دي وربع ساعه على الناحيه دي. طبعا النار بتكون عاليه، واهم حاجه لو صينيه الومنيوم مش بتكون عاليه قوي علشان ما يتحرقش معايا، وبعد كده ما يكونش مستوي من جوه. طبعا الجريلا الظهر عندي بتديني مساحه من التسويه كويسه، لان هي بتبقى ايه يعني، النار مش مباشره على الحاجه اللي بسويها. خلصت كميه الحواوشي كلها. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان بنص كيلو لحمه عملت ما شاء الله عدد كبير جدا من الحواوشي. طبعا عارفين ان لو بناكل حواوشي من مكان الى حد ما نضيف، سعر الرغيف بره دلوقتي معدي ال100 جنيه. خلاص. فاحنا عملناه في البيت ان شاء الله بنص كيلو لحمه بس. عملت كميه كبيره قوي حلوه جدا. مش مكلف خالص بالنسبه لبره يا جماعه. وزي ما قلت لكم، بالنسبه بقى لطلبات الولاد بالليل في الاكلات الخارجيه دي، نقدر نعملها لهم في البيت بمنتهى البساطه زي ما شفتوا معايا كده. عملت معاكم كده منيو النهارده. يا رب يكون منيو كده خفيف عليكم وسريع كده وبسيط وسهل، وخدت منه افكار. وطبعا لو في اي حد اول مره يتابعني، المنيو دايما بجمع لكم فيه 7 وصفات، بيكون ملخص سريع للوصفات علشان تقدروا تستفادوا في وقت قليل او قصير يعني. ولكن الوصفات كلها موجوده بالتفصيل، وصفه وصفه لوحدها على قناتي الاولى يوميات ليلى، تقدروا تشوفوها لو حابين. طبعا المنيو دلوقتي انا مركزه على اللحوم. ليه؟ علشان طبعا دي وصفات لعيد الاضحى المبارك ان شاء الله. ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير. طبعا كل ما بنتفرج على منيو جديد بناخد منه وصفات، والوصفات دي بنحطها في دماغنا وبنرتب نفسنا احنا عايزين نعمل ايه بالظبط في العيد، فبنروح نشتري طلباتنا
على قد الوصفات اللي احنا عايزينها بالظبط. يا رب اكون قدرت افيدكم، ودايما بقدم لكم كل حاجه تفيدكم وكل حاجه جديده ان شاء الله. دي كانت وصفاتنا النهارده. قولوا لي رايكم في المنيو، اكتر وصفه عجبتكم النهارده هي ايه؟ ولو جربتوا وصفات قبل كده اكتبوا لي برده في الكومنتات. رايكم يا جماعه بيفرحني جدا جدا، بجد كل تعليقاتكم على راسي بتفرحني جدا. كمان عايزه اقول لكم لو حابين اعمل لكم اي وصفه قبل ان شاء الله العيد وانزلها لكم في المنيوهات، يا ريت تقولوا لي، وان شاء الله في اقرب وقت هنزلها لكم في اول منيو موجود. وكالعاده وفي نهايه كل فيديو هطلب منكم تعملوا للفيديو لايك وشير، ولو كنتوا اول مره بتشوفوا قناتي يشرفني جدا اشتراككم في القناه، وكمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني ان شاء الله كل الوصفات الجديده. عيدكم مبارك، بحبكم في الله، مع السلامه.